السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم فيديو سهل وبسيط، يا رب ينول إعجابكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك الحلو والكومنت الحلو بتاعكم حبايبي. كده عرفتوا في أول الفيديو إن احنا هنعمل صينية فراخ، بس هعملها بطريقة سهلة وبسيطة. وفي الأول علشان احنا في البرد هنعملها شوربة، يعني هنعملها مرقة أول، وبعد كده هنحولها لمشوية. يعني بصوا في الحالتين هتنفع، تقدري تعمليها كده وتقدري تعمليها كده برضه. بصوا بقى يا حبايبي، اول حاجه بجيب بصلايه حلوه وبنعمها، لازم أن تكون ناعمه. وبعد كده بحط رشه من الفلفل الاسمر وحبه من الملح وفصين من التوم دقهم برضو منعمها. وباخد البصلايه ادعكها زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. اهم حاجه البصلايه دي تكوني منعماها حلو، علشان خاطر تخرج المية اللي فيها وتدي طعم حلو للفرخه بتاعتنا. اول حاجه حبايبي بجيب الفرخه بتاعتي وبكون مفتحه الصدر زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. عملت الطريقه ديت معاكم بالشكل ده قبل كده. انا بحب احشي البصل بتاعي المرتة ما بين اللحم وبعضه، مش ما بين كمان الجلد واللحم، لا. بحس ان كده الفص بتاعي اللحم بتاعي بيبقى واخد من البصلايه وبيبقى زي السكر. بتدخلي بوز السكينه وتعملي فتحه كده، وصدقيني مش بتبان خالص. مجرد ما الفرخه بتنسلق اللحم بيضم على بعضه وبتبقى عادية خالص ومبيبقاش باين فيها اي حاجة. بس تيجي تاكلي بقى كده تحسي ان انتي طعمها حلو مسكر، وتعطي طعم حلو اوي. التتبيلة جميلة وطعمها جميل جدا، جربوها مش هتندموا حبايبي. البصلاية دي بتخليلك طعم الأنسجة بتاع الفراخ حاجة كده تحفة. أهم حاجة تغسلي الفراخ غسيل حلو، وبعد كده بمسكها ان انا اتبلها بالشكل ده من ما بين الجلد وما بين اللحم، لما اخليها كلتها محشية او متبلة زي ما قلت لكم. انتوا شايفينها في اول الفيديو في الصينية. اللي عايز يعرف بقية الفيديو كملوا للاخر كده. واشتركوا لي اول مرة يشترك معي في القناة، اشتركوا حبايبي في القناة وفعلوا الجرس عشان كل فيديو انزله يوصلكم. القناة فيها حاجات جميلة جدا ومفيدة، يعني اللي فيكم لفة كده فيها هتطلعوا مستفادين منها ولو بمعلومة واحدة. واللي ما اشتركش يشترك حبايبي. كملوا معايا الفيديو للاخر وشوفوا احنا هنعمل النهارده غدا سهل وبسيط وجميل جدا. كده خلصت الصدر وبجيب الوركين بتوعي، ونفس اللي عملته في الصدر بعمله في الاوراق. واهم حاجه زي ما قلتلك غسلك حلو في الفراخ. وباخد البصل بتاعي اخلصه كده، يبقى خلصنا اهو. وتعالوا معايا حلة على النار، وبحط فيها حبة زيت صغيرين، وباخد الفرخية بتاعتي دي اشوحها واديها صدمة من الجنبين لغاية ما تبقى معايا زي الفل. مجرد ما احس ان الزيت بتاعي سخن بنزل بالفرخة بتاعتي اهو. تسمعي يعني صوت قاتش وانت بتنزلي كده، صوت تحس ان حبة الزيت اللي حطيتهم اتقدحوا. وبعد كده بجيب بصلتين ناعمين اهم، او بصلاية كبيرة وبضيفها. وطبعا حطيت الكبدة والقنصة والجوانح ضفتهم كلهم، وكمان الرجلين انا بحب الرجلين. وبعد كده انا عاملة طماطم عشان نعمل فول اخضر مع بعض برضه. وضفت معلقتين كبار من الطماطم، ولو انت ما انتش حابة تحطي الطماطم كده تقدري تضيفي طماطمايه. وبعد كده بنزل بفصين توم مدقوقين ورشة من الفلفل الأسمر، وبحط ورق لوري وبحط مستكة وحبهان، علشان دي البهارات بتاع الفرخة بتاعتنا بتبقى ايه، بصوا حاجة كده عسل. اهو ده المستكة والحبهان والورق اللوري ضفناه. وهحط لها برضو رشة بسيطة كده من الكزبرة، وهضيف كمان معلقة سكر صغيرة اهو. السكر بيساعد على السوا وبيدي طعم حلو. حطيت حاجات بسيطة كده من الكزبرة والكمون، وحطيت كمان حبة من الملح وحبة من الكركم، وسبتها كده ايه تاخد قلبة واحدة، وحطت لها مية تغلي علشان خاطر نضيف المية مغلية. بعد كده هنزل حبة من الزيت، وهجيب بصلاية حلوة وأقطعها، وهنزل في الحلة بتاعتي علشان خاطر نعمل النهاردة حبة فول أخضر زي الفل. نزلت كده بالبصلاية وابتدي ان انا اشوح البصلاية بتاعتي لغاية ما تدبل، بس مش هحمر، يا دوب تدبل معايا. لا اله الا الله. الفراخ بتاعتي عايشة كده مع نفسها، وكمان المية حطها قدام كلها. ساعة ما هتغلي هنزل على الفراخ بتاعتي. تعالوا بقى انا دقة توم، وهنجيب حتة من التومة ونشوحها مع البصلاية تاخد لون دهبي بس كده، حاجة بسيطة.
وبعد كده هنقول لكم احنا هنعمل ايه، وتصلوا على الرسول يا حبايبي عليه افضل الصلاة والسلام. واوعي تنسوا اللايك حبايبي، ضيفوا اللايك حبايب قلبي. اللايك والله بيرفع بس من شأن الفيديو، ما هو ما بيعملش اكتر من كده، ان غيرك وغيرك يشوف ويستفاد من الفيديو. اتمنى من اي حد يدخل كده حبايبي يضيف اللايك، كل ما اشتركش في القناة واول مرة يشوفها يشترك معايا، صدقيني مش هتندمي. وزي ما وريتكم في الفيديو اللي فات حبايب قلبي، اللي حابب يعمل اوردرات، يعني حابة كده ان انتي عايزة اكلة او عندك عروس عايزة تعملي حلة اتفاق او اي حاجة، ممكن تتواصلوا معايا من عند القناة كده. واللي عايز رقم تليفون هديكوا رقم تليفون ونتواصل مع بعض، واي اوردر اي حلة اتفاق حابين تعملوها انا معاكم فيها. بصوا بقى اللي انا حطيت التوم وبشوح ايه البصلايه. لا اله الا انت سبحانك. شوحي بقى البصلايه بتاعتك كده مع التومه لما تشم ريحه حلوه، وجبنه كمان قرن فلفل كده مش حامي ولا اي حاجه، بارد زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. وبنقطعه على البصل والثوم ونشوحه لما ياخد ريحه يعني بصي، تشم ريحه حلوه بقى مع البصل والثوم والفلفل، بتشم ريحه حلوه بجد. قطعي اي قطعه انت حباها يعني، ما اهم حاجه ما تكبرش القطع قوي. اهو ابتدي بقى اقلب فيها لغايه ما احس ان الفلفل دبل مع البصل والثوم. ومعايا بعد كده فول اخضر انا مفصصاه وغسلاه ومصفيه الميه من عليه. اهم حاجه الفول تفصصيه حلو وتغسليه غسيل حلو، وبعد كده نحطه في مصفى يتصفى. تعالوا بقى نجيب الفول بتاعنا وننزل على البصل. لو انتوا بصيتم البصل محمرش خالص، يا رب دبل معايا ولا الفول. اهو يا حبايبي نزلت انا بالفول وابتدي ان انا اشوحه وانا بشوحه كده هنضيف البهارات بتاعته. صدقوني حبة الفول دول كانوا عسل ما اقولكوش، طعمهم حلو قوي. هنحط له برضو فلفل اسمر، حط له بصي الفول الدمع تحط له بهارات زي بهارات اللحمه والفراخ بالظبط. حط له فلفل اسمر وضيف له كزبره وكمون، وبعد كده هنضيف له برضو فصين مستكه وحبهان، وهنضيف كمان ورقة لوري، وهضيف له حبة بابريكا وحبة من الشطة، وهتبقى دي بهارات الفول بتاعنا وطعمه بيبقى جميل قوي. وهنضيف له كمان حبة من الملح، وهنضيف له كمان حبة من السكر. هنقلب بقى البهارات، بصوا ساعة ما تقلب البهارات بتشم ريحة جميلة. انا قلت اقول اطبخ معاكم الفراخ وهطبخ معاكم الفول وهطبخ الرز مع نفسي. اللي حابب يعمل ده اكلات الشتا حبايبي، يعني دايما بنحب المرقة كتير في الشتا وكده، بنحب نطلع شوية شوربة حلوين. إيه الفول الدمعة، الاكلات دي بتاع البرد، والجو برد اليومين دول جدا جدا جدا. فانا قلت نعمل فول دمعة ونعمل الفراخ مسلوقة، وبعد كده نحولها برضو مشوية وهتبقى زي الفل. هنغطي على الفول لازم تسيبيه شوية لما يطقطق معاك كده. وبعد كده شوفوا نروح نجيب المية بتاعتنا المغلية وننزل على الفراخ. وفي الوقت ده هتحسوا يعني بصوا اهم حاجة اللحظة دي ما تضيفيش مية ساقعة كده، حلو قوي. سيبي فراخك بقى تقلب كده، طبعا هتقلب معاك بسرعة لان المية مغلية، وبتوطي النار على النص وبتسيبيها لغاية ما تستوي وتبقى زي العسل كده. خلاص كده الفراخ مع نفسها. تعالوا بقى نقلب الفول بتاعنا اهو، هيدبل بقى معايا بالبهارات بتاعته. وبعد ما يدبل كده وتشم ريحة التومة بتاعته زي الفل، بنزل عليه بالطماطم. وبعد الطماطم بقى بتاعتي ما تتسبك مع الفول، لو حبيت تزودي حبة مية بتزودوهم مغليين، مفيش بيتسبك معاكي وبيبقى زي الفل. وبكده كده الفول بتاعي خلص، والفراخ كمان خلصت على البوتاجاز. وبعد كده جبت انا المقطع ده اتقطع مني بس معلش، انا بعد كده جبت فلفلايه وبصلايه وطماطمايه قطعتهم وحطيت الفراخ بتاعتي ودخلتها في الفرن. لما طلعت بالشكل اللي قدامكم ده، هتعملي بس بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل
وبعد كده تقلّبي الفراخ فيهم ويبقى بالشكل ده، واللي وصل معايا لحد كده ما ينساش اللايك والشير وفعل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.